النهارده هنعمل مع بعض بسكوت المكنة اللي هو بسكوت هنحط له نشادر. هنحتاج 2 كيلو دقيق فاخر اي نوع، معلقة ممسوحة من النشادر لكل كيلو، وقصنص حرير ده بيدي ريحة حلوة للبسكوت، ومعلقتين كبار ممسوحين من البيكنج باودر لل2 كيلو، و680 جرام زبدة على سمنة، نص كده ونص كده. وهنحتاج 640 سكر بودرة. الكيلو بياخد 4 بيضات، احنا هنعمل 2 كيلو فهنحط 8 بيضات. تعالوا بقى نشوف الخطوات مع بعض. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط الاول الزبدة مع السمنة. هنحط الزبدة مع السمنة اللي احنا هنعمل بيهم، نعجنهم كويس في العجان، ولازم يكونوا طالعين من الفريزر. وبعدين نحط عليهم السكر البودرة لحد ما لونهم يبقى فاتح، ويبقوا يعني كريمي، يعني قوامهم كريمي. بعدين هنحط البيضات، هنحط بيضتين. اول حاجه هنحط عليهم الفانيليا البيض الاول، وبعدين هننزل بيضتين. تمام. ونضربهم لحد ما يختفوا، وبعدين نحط البيضتين اللي بعديهم، وهكذا لحد ما نخلص ال8 بيضات. ونفضل بقى نضرب فيهم بعد ما نحط البيض كله لحد ما يوصلوا للقوام بتاع اللي هو يبقى اللون فاتح كده وزي الكريمة. ولازم الزبدة او السمنة يكونوا طالعين من التلاجة او من الفريزر، يكونوا ساقعين يعني. وبعدين بقى هنحط المكونات الجافة. عندنا معلقتين الكبار الممسوحين من البيكنج باودر، لو هتعملي كيلو يبقى معلقة واحدة، هتنصصي الكميات. وبعدين عندنا نص معلقة لبن دافية، هنحط فيهم المعلقتين الممسوحين من النشادر، وهنحطهم على الخليط ونقلب. لو هتعملي كيلو يبقى ربع معلقة، ربع كوباية لبن ومعلقة ممسوحة نشادر. وبعدين هنحط قصنص الحليب دوت اللي انا قلتلك عليه، بيدي ريحة حلوة للبسكويت، يعني ما نكترش كده 3 نقط يا دوب الدقيق. وبعدين هننزل بالدقيق بتاعنا يا دوب الدقيق يختفي، ونبطل عجن علشان ما يعملش معانا عرق والبسكوت ينشف مننا. هنحط اول كيلو، هنضرب بالعجان يختفي، بعدين نحط تاني كيلو. انا طلعته كده من العجان عشان العجان بتاعي ما كفاش الكمية، يعني ال2 كيلو هو بيكفي كيلو بس او كيلو ونص. وبقول لك برضو عجنت لحد ما اختفى الدقيق. وبعدين بقى هنحطه هنسيبها، يعني انت لو عايزه تشتغلي فيها على طول اشتغلي. انا بقى هسيبها ترتاح شويه، وبعدين هعملها بالمكنه وهرصها وهدخلها الفرن. كده انا كنت بعملها بالمكنه، وبعد كده حطيتها في الفرن وطلعت معايا وكانت جميله الصراحه ودايبه. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو.